ازاي تبقى مصري وما تعرفش حكايه النادي الاهلي؟ ما ينفعش. النهارده هقول لكم امتى انشئ، وتبقى فكره مين اساسا، وليه اسم النادي الاهلي، ومين اول رئيس للنادي. مش هتصدق جنسيته كانت ايه، وايه حكايه لون فانيله الاهلي. ايه هي ليها حكايه؟ امال كل ده هتعرفوه في الفيديو ده. بس الاول صلي على رسول الله، ولو اول مره تسمعوني دوسوا اشتراك في القناه، واللي يعجبه الفيديو دوس لايك، ويلا بينا. قصة نشأة النادي الأهلي بدأت مع الكفاح ونضال الشعب المصري. يعني إيه الكلام ده؟ في مطلع القرن العشرين، وهو النضال الوطني اللي أشعله الزعيم الوطني مصطفى كامل في حماس المثقفين المصريين. وكان طلبة المدارس العليا والخريجين هم صفوة المثقفين في مصر، وأملهم في التخلص من الاستعمار البريطاني. وكان في نادي صغير كده لطلبة المدارس العليا اللي أنشئ عام 1905. كان ده بمثابة شوكة في جسد الاحتلال البريطاني، لأن الزعيم الكبير مصطفى كامل كان بيستغل النادي ده في إشعال حماس الطلبة ضد الاحتلال. بس خاب ظن الإنجليز وفشلت سياستهم، وحل النادي الأهلي محل نادي المدارس العليا، وتحول كله للنادي الأهلي. وإذ بالروح الجديدة روح النادي الأهلي تحقق المعجزة، وأصبح النادي الأهلي نادي وطني وسياسي للمصريين. مين بقى صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي؟ وصاحب الفكرة هو عمر لطفي بك، وهو من مواليد الإسكندرية. قام بعرض فكرة إنشاء النادي لمجموعة من أصدقائه، وتحمسوا للفكرة. كان عمر لطفي هو رئيس لنادي طلبة المدارس العليا، واعتبر إن تأسيس نادي لطلبة المدارس العليا هو سياسيا بالدرجة الأولى، وإن الطلبة برضو بحاجة لنادي رياضي يجمعهم عشان يقضوا وقت الفراغ ويمارسوا الرياضة. مين بقى اللي اقترح اسم النادي الأهلي؟ أول حد اقترح اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية هو أمين سامي باشا، وده كان يوم 25 فبراير 1908. طب ليه اتسمى النادي بالأهلي؟ اتسمى كده لأنه اتنشأ لخدمة طلبة المدارس العليا، واللي كانوا الدعامة الأساسية للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي. ولأنه نادي بيلم شمل الطلبة دول فاتسمى بالأهلي، لما تحويه الكلمة من صفة الوطنية. أول رئيس للنادي الأهلي مش هتصدق جنسيته إيه؟ اختارت اللجنة الإدارية العليا مجلس الإدارة كأول رئيس للنادي الأهلي هو مستر ميتشل أنس الإنجليزي. إيه الكلام ده؟ ليه؟ للاستفادة من نفوذه لدى سلطات الاحتلال، لتسهيل عملية الحصول على أرض مناسبة من الحكومة لبناء النادي. وأصبح هو أول رئيس للنادي. بس ما عادش كتير، لأ، استمر لحد يوم 2 ابريل 1908. كانت مصلحه يعني. وجاء الوقت اللي تطرد فيه الاجانب من عضويه النادي. قرر الأهلي في جمعيته العمومية يوم 4 يناير سنة 1924 طرد الأجانب من عضوية النادي، وتبقى للمصريين بس. طب إمتى تخلص النادي من الأجانب نهائياً؟ صدر قرار جريء من الجمعية العمومية للنادي عام 1925 في جلسة غير عادية بألا يقبل النادي في عضويته إلا المصريين، واتحط النادي تحت رعاية الملك فؤاد. في 8 يناير 1929 أصبح النادي تحت رعاية الملك فؤاد في عهد جعفر باشا رئيس النادي. إيه بقى حكاية لون فانيلة الأهلي؟ دي حكاية. كان الزي الرسمي لفريق كرة القدم بالأهلي هو الفانيلا الحمراء والشورت الأبيض، وترجع قصة اللون ده لسنة 1911. وكانت الفانيلا مخططة بالطول بالأبيض والأحمر، وبعدين اتطورت الفانيلا لنص أبيض ونص أحمر، وأخيرا استقرت على اللون الأحمر. ليه؟ لأنه كان لون العلم المصري وهو العلم العثماني في فترة حكم الخديوي عباس حلمي الثاني، واللون الأبيض هو لون الهلال والنجوم. ودي كانت قصة النادي الأهلي. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وطبعا اشتراك في القناة. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير.